السلام عليكم خوتي. اليوم بغينا نهضر لكم في هذا الفيديو على واحد الامر. هذا مخصص بالنسبه للناس اللي ماش تصلي. بمناسبه شهر رمضان ندعو خوتنا هادو اللي ماش يصلوا باش يبداو يصلوا في هذا الشهر. هذا شهر التوبه، شهر الغفران، شهر تفتح فيه الابواب الجنه. ما حصيناش بالك كاش واحد يبدا يصلي ما يكونش يصلي يبدا في هذا الشهر. لا قدر الله بالك يموت ولا امه يموت على الطاعه، يموت هو يصلي. وتبقى الامور الاخرى بينها وبين ربي في المغفره، وكاع نتمنوا كاع ربي يغفر لنا. بالك تاني نتمنوا كاع خوتنا يبداو يصلوا. وما تسمعوش للناس اللي تنتقدكم تقول لكم نتوما تصلوا غير في شهر رمضان. ما تسمعوش. وهادو الناس اللي راها تنتقد في هذه الفئه يقول لهم ما تصلوش، تصلوا غير في شهر رمضان. خوتي الله يهديكم، خلوهم يصلوا ميم في شهر رمضان، يصلوا يقعدوا، خليهم هذه تبقى بينهم وبين ربي. بزاف ناس بدات في شهر رمضان ومر شهر رمضان قاعده تصلي. كاين فئه اللي حبسته كاع، شو اغلبيه شعب الواحد شفناهم بداو في رمضان، ومن رمضان بداو يصلوا وقعدوا كي نهارهم يصلوا. هذه حاجه تفرح. شهر رمضان دائما يكون فيه فعل الخير، فعل الخير على الناس اللي ما تصليش، على الناس اللي دير الخير، على كلش. وفي هذا الشهر فيه تنزل البركه، ينزل الخير في امور بزاف. ان شاء الله خوتي الله يفتح عليكم، بدو تصلوا والله حاجه شابه. الصلاه سيرتو الصلاه، صلاه عباده، صلاه عماد الدين، صلاه راحه نفسيه، طمانينه فيها كل صلاه. اقسم بالله بدو تصلوا خوتنا، بدو تصلوا والله حاجه شابه. وجربوها كاع اللي ما كانش يصلي وكاع يجربها كي تصلي وتكون ثابت، يكون عندك ايمان قوي وتصلي وتكون عندك إرادة ونيتك صافية من جهة ربي بلي غادي كي تصلي ما تحبش. اقسم بالله ربي يوفقك، ميم كي تصلي وانت مرتاح بعد الصلاة كاع تلقى روحك في راحة وكاع هكا. ما في ذاتك تتبدل وكاع في امور بزاف تتبدل. وثاني حاجة واحدة اخرى، بادروا ثاني في قراءة القرآن خاصة في هذا الشهر المبارك. أقسم بالله الحالة تاعك قاعد تبدل، حسيتو الحاجة النفسية. من كل نواحي، من كل واحد خصك حاجة ربي يتقبل منك. هذا الشهر هذا تفتح فيه أبواب الجنة، أو الدعاء مستجاب في بزاف أمور خوتي. أقسم بالله ماذا بكم تبدو تصلوا، بدو تصلوا وما تسمعوش لهاد الناس. أقسم بالله بدو تصلوا نورمال. ونصيحة لكاع خاوتنا اللي عنده صاحبه، اللي عنده خوه ما يصليش ولا يجيبها من أهل الجامع هو يصلي، يجيبه يكوراجيه، يحكي له في أمور شابة. نحكوا لخاوتنا في أمور تاع أمور شابة لي كيما قال لك تخليك تصلي وكاع، ماشي تحكي له غير عذاب النار عذاب. احكي له على الجنة، أمور تاع الصلاة كي تكون تصلي كيفاش وكاع، تريح في ذاتك. حاجه بزاف امور خوتنا. ان شاء الله هذا الميساج يكون وصل. الله يفتح عليكم خوتي. انا كما قال لك واحد من الناس اللي نبغي كاع خوتنا يصلوا، ما عنديش اشكال، وندعي كاع خوتنا اللهم يا ربي ثبتهم على طاعتك يا ربي. اقسم بالله دعاء مستجاب، دعاء من القلب. اقسم بالله نصيحه خوتنا، ودمتم في رعايه الله. سلام.